هنكون على الهواء مباشرة من أمام أكاديمية الشرطة في بث مباشر، وهي مقر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه طبعا ووزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدينه. النهارده في استكمال للمحاكمه، وفي ظل طبعا عدم وجود كاميرات داخل المحكمه، بوعد من القاضي بان هيكون في جلسه توضيح فيها اهم ما قيل من شهادات. امبارح كانت شهاده هامه من اللواء مراد موافي وهو رئيس المخابرات السابق واللي كان موجود في هذه الفتره. وفقا لوسائل الاعلام والصحف النهارده استمرت لاكثر من 3 ساعات. زي ما قلت القاضي كان في وعد بعد ما اغلق النشر في هذا الامر والتواجد او بث المحاكمات على هواء مباشره توقف. احنا طبعا موجودين في خارج القاعه وخارج المبنى كاملا، الا ان وعد القاضي بان هيكون في جلسه هيتم فيها توضيح اهم ما قيل من الشهود، كما يعني اذيع في وسائل الاعلام. برضو نتوخى الدقه في المعلومه هل هتتم ولا لا فيما لا يمس الامن القومي المصري، لان اكيد في كلام مهم هيتقال في هذه الشهادات، وفي ما زالت الشهادات هتتوالى ونتابع مع حضراتكم. لكن زي ما شفنا المشهد على الهواء كده ان ما كانش في تواجد لانصار ولا اهالي للشهداء في الخارج من المدخل اللي كنا موجودين مع من خلال كاميراتنا هناك. هنشوف مع